بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. جينا اليوم في إطار اطلاع على واقع فضيحة، أكبر فضيحة وأكبر كارثة معدلها نظامه للغزواني في هذه عملية الجسور اللي تعرفوا، اللي افتتح بيها مأموريته وقبضوا لها طبولهم وقبضوا لها دبابيسهم، وعاد كل واحد منهم يرجع له وجه واحد، ومعدلها من الإنجازات اللي ما قد خلقت وعقبت رجعت كمبو، عقبت عادت فضيحة كارثية. جينا في إطار حركة كفانا موثقية الجوية لمقاطعة التيار تياك نقولوا للمواطنين الموريتانيين عن رجال لهم نظامهم للغزواني وعن أموالهم مشات في صفقة كاذبة وكارثة حقيقية انتهبوا فيها مليارات الشعب الموريتاني، وراعينا واقفين عليها حالا. هم ذا من العمان. هي العملية عاد يلا تعود فات وسلمت، والآجال عادت منتهية، وهي قاع ما بدأ فيها العمل، وهي انقبض فيها من الأموال الطائلة من أموال الشعب الموريتاني، وشركة وهمية قبضت الصفقة من عند الدولة الموريتانية وداخلة في إطار مناقصة، وهي شركة وهمية وضمانها وهمي. ونختاروكم تشوفوا ذا اللي يعدل. شوفوا ذي الآلية، هذا شوي من المسيمرات دوز وديس مخيط هون، ما يوقفوا عليه الديار يشقال يد جسور. عملية تحايل وفضيحة تحمل مسؤوليتها رئيس الجمهورية وللغزواني ورئيس حكومته ووزير نقله السابق واللاحق، وهذه شرذمة المفسدين، وهذه مجموعة المفسدين اللي تدور على السلطة ومفاصل الثروة. حانيكم الين تنعتوا لهم ذا اللي فات خليق من ذا الجسر اللي له عام، انعتوا لهم هاو المسيمرات. نعتوا لهم هاو المسامير، هذو مسيمرات وشوي من بريك ودف. هذا ممتد من عند كرفور الحي الساكن جاي، هذا فر وزرب بالسنك، وانقطعوا ارزاق المواطنين الموريتانيين، الناس اللي هم كاملين الشركات والمؤسسات واهل اباتيق السقط، والناس اللي تبيع شي كانت تتروح منه مبيت ليله لها عام مكروص عليه مقفول عليه بشي من السنق لتخن، وقرداي واحد والله اثنين مقردين شي من فيردوز وفيرديس. وهذا رئيس الجمهورية يتكلم عن الفساد، يتكلم عن الصفقات، يتكلم عن التحقيق في عمليات الفساد في آلية واللي عن عادة مكشوفة واضحة. هذه الصفقة وهذه عمليات الفساد وهذه فضيحة الحي الساكن، فضيحة هذا الجسر اللي ما بين يخلي حد يلحق. وإحنا وارك جايين من فوق عندنا نلودوا البليدة، يا كان نقدوا نوصلوا لكم من خلالها حقيقة ذا اللي خلق بهم اليوم جاحدينه. جابوا له تلفزة موريتان وجابوا له إعلامهم هم ومدونينهم، ومنين جابوهم ما نعتوا لكم شي منه. وقفوا الوزير إحدى السنقيات وجابوا له واحدين من البوليس وواحدين من أمن الطرق وتوف وصفقت له الناس وقالوا عن ذا إنجاز. هذا ما فات خلق منه شي، ما هو تصيص وزرور حيوط اثنين، فات انقبضت فيه قريب من مليار من لقية. هذه الفضيحة اليوم، هاي الفضيحة اليوم جينا لياكم نقولوا لكم عنها في إطار حركة كفانا عن يتحمل مسؤولية نظامه للغزواني. يا غير ما لا يفتح فيها تحقيق. شوفوا بالكم المواطنين وأموال الشعب الموريتاني تروسة، والشركة انقبضت بطريقة غير شرعية، والضمان مزور، والصفقة فر مزورة، والصيني اللي كان متوالي الصفقة هرب قاع ولو كلمت عنه عين، وعاد يطاوي نعرف يا كان ذا حق والله ما هو كذب. وإذا فات انقبض فيه قريب من مليار من لقية، وإذا ما هو كلمت عنه عين ولا وقف حد فيه ولا تابع حد ولا فتح تحقيق في ذا، ويلو كان يشير قرص يسوى من أي مكون من مكونات الشعب الموريتاني، وفقير والله مهمش، سارق نوكيا ضوايا والله، سارق قاصية والله، سارق تلفون، يعود ينجاب للعدالة، ويا هو وكيل الجمهورية ينعت عضلو، ويا هو قاضي التحقيق مقهنت، ويا هو القضاء موفر، ويا هم كاملين قاعدين. يا لو كان ذا كيف المدونين في نواذيبو والله، في ركيز والله في القصيبة والله، في النعمة والله، في مدونين نواكشوط.